بعد كشف خبراء ووسائل إعلام غربية هوية الإرهابي جون أو سفاح تنظيم داعش المقنع الذي كان يقوم بذبح الرهائن الأجانب، سجال وجدل كبير يدور في الأروقة العالمية خصوصا البريطانية عن الأسباب التي دفعت بالشاب في أواسط العشرينات من عمره إلى الالتحاق بصفوف داعش. I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State. Because of your insistence. المشتبه به ولد في الكويت ويدعى محمد إموازي، يتحدر من أسرة متوسطة، انتقل وهو في السادسة من عمره إلى لندن حيث حصل على شهادة في برمجة الكمبيوتر. أثار إموازي انتباه الأجهزة الأمنية في 2009-2010 عندما بدأ جهاز الاستخبارات البريطاني مراقبة المتطرفين الذين يشتبه أن لهم علاقة بمسلحين أجانب انخرطوا في صفوف حركة الشباب في الصومال. To the Japanese government. لم يكن إموازي نفسه متهما في أي جريمة تتعلق بالإرهاب في المملكة المتحدة، لكنه اعتقل بعد السفر عام 2009 إلى تنزانيا، وعام 2010 قرر العودة إلى الكويت للإقامة مع عائلة والده وللبحث عن حياة جديدة، حيث كان يخطط للزواج والاستقرار، ولكنه منع عندما احتجز واستجوب لمدة 6 ساعات في مطار هيثرو. منظمة كيج البريطانية التي تعنى بالأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب من قبل أجهزة الأمن البريطانية تقول إنه تعرض إلى مضايقات وسوء معاملة خلال استجوابه من جانب الأجهزة الأمنية الهولندية والبريطانية أثناء عودته عبر هولندا، وأن جهاز الأمن تحدث إلى خطيبته التي قطعت علاقتها به بعد تخويفها. وترى المنظمة أن هذه التجربة غيرت مسار حياته بعد أن كان يخطط للزواج في الكويت، وقد أصبح يائسا ومتلهفا لمغادرة بريطانيا عام 2013 وغير اسمه إلى محمد العيان. كتب إموازي في رسالة نشرتها كيج: كانت لدي وظيفة تنتظرني وزواج لأنطلق، لكن الآن أشعر أنني سجين، لكن ليس في قفص بل في لندن. كما عرف عن نفسه في الرسالة بأنه شخص أسير وخاضع لسيطرة رجال الأمن الذين يمنعونه من أن يعيش حياته في مسقط رأسه وبلده الكويت. جمعيات بريطانية تقول أن هذه القضية ينبغي أن تطلق الأفكار بخصوص سياسة بريطانيا الداخلية والخارجية، وتدور تساؤلات عن سياسة مكافحة الإرهاب والدور المحوري الذي تلعبه بريطانيا في دفع أفراد إلى التشدد، خصوصا أن الاستخبارات البريطانية تقدر أن هناك قرابة 700 جهادي بريطاني يحاربون إلى جانب تنظيم داعش، وخصوصا أيضا أن هؤلاء المقاتلين أثبتوا أنهم لم ينضموا إلى هذا النزاع ليبقوا في الصفوف الخلفية، وأنهم مشاركون بالكامل في هذه الحرب ويساهمون كانتحاريين وخاطفي رهائن وجلادين.